خير يا دكتور؟ لا خير ان شاء الله. هي فعلا ضعيفه شويه، وانا هكتب لها شويه مقويات مع الراحه التامه في السرير وبدون حركه. بدون حركه للدرجه دي يا دكتور؟ ايوه، لان الظاهر هي بتمر بحاله نفسيه او عصبيه مش مستقره، والحاله دي عملت لها مشاكل صحيه فعلا، والمشاكل لو استمرت تبقى مش كويس اللي زيها. للي زيها؟ تقصد ايه يا دكتور؟ اقصد الستات الحوامل يا حاج، ما هي حامل وتقريبا في الثالث. ايه؟ حامل؟ تاجي يا ولدي وقت بتاجي، يا مرحب بيها. انا قلت له ملهاش عازه الحكايه دي، بس هو اللي صمم. كتر خير وخيرها. يما اذا كنت تعبانه ولا ما عاوزاش تقابل حد قولي وانا اقول له ما فيهاش حاجه، ولما تشد حيلك تبقى تاج على مهلها. اشد حيلي تبقى مش هتاجي واصل. يما بس يداك الله يرضى عليكي، يما مش كده. يما احنا ملناش بركه كلمتي. ولما هو كده ما بتعملش اللي قلت لك عليه ليه؟ ايه اللي قلت لي عليه ده؟ يما فكريني طيب. والله انا بعد اللي حصل ما حصل وراسي من ظهره، ما عارف اعمل حاجه ولا افكر في اي حاجه. يما طب ليه البكا عاد؟ ليه مش كويس عشانك بزياداك الله يرضى عليكي. خايف عليا بالبكا، هيعمل لي ايه يعني؟ هيموتني؟ طب يا ريت ما مات اللي احسن مني واغلى. لا حول ولا قوه الا بالله. طب قولي لي ايه اللي امرتني بيه وانا ما عملتوش؟ سألت على مرات اخوك يعني ما رديتش. يما احنا مش اتحدثنا فيه الموضوع ده وانتهينا مني ايه؟ لا ما انتهيناش. كيف يعني ما حدش فينا يسأل عليها ولا ياخد بخاطرها ولا يشوفها عايزة ايه؟ هما كانوا اتنين اتقابلوا في قطر وكل واحد راح لحاله اياك. ده كانت مرته بشرع ربنا وكانت روحه فيها. يما اذا كان على السؤال مين اللي يسأل على مين ولا مين اللي ياخد بخاطر مين؟ ده ابوها حتى ما عزانيش، عزاني في المستشفى زي ما يكون اللي مات زي ما بتقولي قبله في قطر، مش كان جوز بنته. وبعدين ايه تلقيها اتجوزت دلوقتي؟ كفاياك ظلم يا رفيع. انت ظلمت الناس دول في حياة الغالي، وبدل ما ترجع على الظلم ده بتكمل الظلم ده في غيبته. انت عمرك ما كنت ظالم يا ولدي، لكن لا، انا مش هساعدك على الظلم ده. انا لو كان فيا صحة كنت رحت لهم بنفسي علشان اريح اخوك في رقدته اللي مقلقل فيها. انت ما شفتش الناس دول يا رفيع، انا اللي شفتهم وشفت محبة الغالي ليهم. طب بلاش من ده كله، هي مش ليها حق في ماله؟ ماله؟ ايوه ورثها، حق ربنا. ولا ملهاش حق يا رفيع؟ قول يا رفيع بيه، يا كبير العزايزة، يا اللي تعرف الحق والعدل. هنعمل ايه دلوقتي يا بابا؟ العمل عمل ربنا يا بنتي. اهم حاجة دلوقتي انك تاخدي بالك من صحتك. انت سمعتي الدكتور قال ايه؟ ما انا قلت لحضرتك من يومها ان احنا كان لازم نسافر. والسفر يعني كان هيفيد بايه؟ احنا ساعتها كنا نعرف انك حامل. اهو كانوا شافونا وعرفونا والصلة ما تقطعتش كده. يعني هم ما شافوناش ولا عرفوناش؟ حد منهم سأل عننا؟ دي حتى حماتي اللي قالت ان انا زي بنتها ولا حتى فكرت تسأل. دي يا بنتي بقى الله يكون في عونها وليها العذر. والله ما يكونش في عوني انا يا بابا.
هي المصيبة بتاعتها لوحدها؟ يا بنتي يا حبيبتي دي ام، وانت شفتي بنفسك كانت بتحبه قد ايه. تلاقي رفيع ده هو اللي قال لها، مفيش غيره. لا يا بنتي، ما تظلميش حد عشان ربنا ما يبعت لناش اللي يظلمنا. على العموم دلوقتي الوضع اتغير وانا لازم اروح لهم. تروح لهم؟ تروح لهم فين يا بنتي؟ اذا كان الدكتور مشدد عليكي بانك انت تقعدي على ظهرك في السرير طول فترة الحمل، تبقى عايزة تسافر الصعيد اخر الدنيا ليه؟ مستغنية عن نفسك؟ لما تقومي بالسلامة يا حبيبتي ان شاء الله. يا بابا هيكون الموقف اتعقد اكتر والصلة اتقطعت اكتر. مفيش مواقف هتتعقد ولا اي حاجة ابدا. المهم دلوقتي تاخدي بالك من نفسك ومن صحتك ومن اللي في بطنك. ما انا عشان اللي في بطني. طب نبعت للحاجة ونيسة جواب. والجواب هيفيد بايه؟ وبعدين مين عارف هيقع في ايد مين ويتصرف فيه ازاي. امال هنعمل ايه بس يا بابا؟ لما تقومي بالسلامة يحلها الحلال، ما تسبقيش الحوادث يا بنتي. يا بنتي ما شاء الله كان وما لم يشأ لم يكن. سمعت زين اللي بقوله لك يا نفيسة؟ سمعته يا بوي. يلا عاد تروحي لها وتقعدي معاها لآخر النهار، ومن هنا ورايح لازم أن تكوني عنديها إن شاء الله حتى كل يوم. إيه مالك؟ لا ما فيش، بس مش لو طلبت هي. لا، طلبت ما طلبت شي لازم أن تروحي لها، ده مهم قوي ليكي قبل ما يكون ليا. خليكي ناصحة عشان اللي احنا بنسعوله يتحقق. ايه اللي احنا بنسعوله دي؟ افهمك، ولو انه كان لازم ان تفهميها لحالك. الحاجة ونيسة هي الآمر الناهي في سراية سلطان بيه طول عمرها، وانا من الاول قدرت يعني انها قربت تنفض يدها من الدنيا. قلت في عقل بالي هي يعني فاضل لها كديه فيها، ورسمت انك انت اللي تكوني بعديها. رسمت؟ اسمعيني ما تبقيش حمار امال. سراية سلطان بيه دي هي العزايزة، ما تغركيش زهوة رفيع وهيبته الكدابة، ولا جعجعة ابو القاسم، ولا حس صبر العالي ولا غيرهم. حجة ونيسة هي اللي بتؤمر وتنهي، وكلمتها مهما كانت ماشية على رقبة الكل، حتى في عز ايام سلطان بيه نفسيه. هي خلاص بقت في اواخر ايامها، والظروف خدمتنا وعجلت باللي احنا عاوزينه. بعد كسرتها في ولدها بقت عاملة زي اللي بينازع قبل ما يودع. يعني الساحة قربت تخلالك لحالك يا بنتي. أنا خابر إن النهار ده أول مرة تخش السرايا دي، اوعاك تهابي وتنك فاكرة دايما إنك بنت وهب السوالمي مش مرت رفيع. ده هيكون الفرق الصغير اللي بينك وبين الحاجة ونيسة اللي كان اسمها برضك مرت سلطان بيه. فاهمة يا بنتي؟ وهبي بيه، في ايه يا مرعي؟ لا مؤاخذة جنابك، شيخ زهران اللي قال لي تحت عايز جنابك. ايوه صح، هو قال انه هيجي، عاوز يهدى. هو مستني جنابك تحت. انا جاي على طول. يلا يا
نفيسة وزي ما قلت لك. حاضر. في ايه يا ست نفيسة؟ لا مفيش. روحي غيري هدومك عشان حنروحوا للحاجة ونيسة. في سراية سلطان بيه؟ أمال في الغيط. والله وعشتي يا مازن، وحتخشي سراية سلطان بيه من جوا؟ يعني حتخشي الجنة؟ واه يا ست نفيسة، دي بردك سراية سلطان بيه. انت مش كنت معايا هناك في عزا الحريم؟ لا، عزا الحريم كان في اوض الجنينة، انما لازما يعني السرايا حتكون حاجة تانية خالص من جوا. يعني حتكون ايه؟ انا خبرة عاد، انا كنت اسمع وانا صغيرة ان عمدان السراير عنديهم فيها ذهب، والمراتب ريش نعام، والسجاد ابصر يقولوا عليه عجم. انت حتحكي. قلت ايه يا حبيبي؟ انت عرفت الحكاية دي منين يا مولانا؟ وايه اللي يهم في كده يا حبيبي؟ يهمني. مين اللي جات لك فيهم؟ اتنين. يا حبيبي سرك كبير، ما هيطلعش من بيناتنا واصل، ما تخافش. وهبي ما يخافش ابدا يا مولانا. معلوم. جنابك نويت على ايه؟ ربنا يعمل الصالح. يعني نويت تكتب على البت ولا هترمي عليها اليمين؟ لسه ما عرفش. وهتعرف متى؟ اوه، بعدها لك عادي يا عم الشيخ زهران. ما تزعلش مني يا ولدي، انا وسط خير. لا، ازعل منك ليه؟ انت تشكر برضك. وكمان نحمد ربنا انهم جولي، انا احفظ السر وماليش مصلحه في ضرر حد. تقصد ايه يا مولانا؟ قصدي انهم جولي احسن ما كانوا راحوا لحد تاني. حد تاني زي مين يا مولانا؟ يعني زي رفيع بيه ولا النايب ابو القاسم. واه، يا ولدي ما تاخذنيش، استغفر الله العظيم، دول غوازي وشهم مكشوف، هيخافوا من ايه ولا هيبكوا على ايه؟ صدقت يا مولانا. بس يمكن لو انت كتبت على البت يبقى ربنا تبارك وتعالى جعلك سبب في توبتها وتاخد ثوابها، والا ترمي عليها اليمين ومنيها لله وما تحملش ذنبها. خلاص قفل على الموضوع ده يا مولانا. العواف يا عم الشيخ زهران. عاف عليك يا بنتي، عامله ايه يا عروسه؟ الحمد لله ونعم بالله. بالاذن يا حبيبي، السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله يا مولانا. مولانا، حاشا لله يا حبيبي، ان الله حليم ستار. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله. انت اسمك ايه؟ خدمتك موزة يا سعادة البيه. انت قريبة بدور؟ أيوة بنت خالتي يا سعادة البيت. خالتها.
وانتوا عاملين ايه؟ بخير. الحمد لله. البقية في حياتك. هاتك البقية. بدور اطلع الست فوق للحاجة الكبيرة وخدي قلبتك دي تقعد معاكي جوا. يلا. حاضر. والله أنا كنت عاوز أقول كده من يوميه. أنا ما كانش لادت علي أبدا إن نفيسة تقعد هنيه وما تسألش عن حماتها والدكتور خارج طالع عليه. أمال يبقى إيه الفرق بينها وبين الغريب اللي عزه وادى ظهره؟ واللي خلاني سكت إن كنت خايف للنصيبة اللي حصلت دي هتغير من الاتفاق اللي بيناتكم. ايه يا ولدي؟ مالك؟ مال يا ابوي منازينها. انا كني بتحدث مع نفسي وانت في دنيا تانية. انت كنت بتقول ايه؟ مش بقول لك؟ فيها ايه بس يا ابوي؟ بفكر. بتفكر في ايه يا ولدي عاد؟ في الدنيا اللي كل ما بنومها من حتة بتقوم من التانية. لما كنا الطربق في الاخر. يكونش جالك خبر عن وصفي اياك؟ وصفي ايه بس يا ابوي؟ وهبي لو جالي خبر عن وصفي انا برضو اللي هعرف ولا انت؟ امال مالك امال؟ بقولنا ماليش عاد. مرعي انت زفت. ايوه حاضر جنابك انا ها. تعال معاي. سلامتك يا حاجة، ألف سلامة. تسلمي من كل راضي يا بنتي. اجده بردك يا نفيسة. توك اللي افتكرتي تشجري على الحاجة من يوم الجنازة. مش حماتك بردك؟ والله سأل عليها يا نجاة، وسأل عليكم كلكم، وأول ما أبوي قال لي أنا جيت على طول. واه يا نجاة، دي لسه عروسة يا بنتي، مالها هي ومال الحزن والعيا؟ لا يا حاج، ما تقوليش كده. ده اللي راح ده غالي قوي، وربنا يصبرنا ويأجرنا فيه، وانتي نورتنا وكبرتنا. تسلم يا بنتي. واه بزيادك يا عاد يا مرات عمي، احنا ما صدقنا. خلاص يا نجاة. نجاة. نعم. خد افتح الضلفة اللي هناك دي. حاضر. هتلاقي علبة الصيغة قدامك، هاتيها. حاضر. خدي يا نفيسة يا بنتي. ايه ده يا حاج؟ دي لبة علقيها في رقبتك وما تقلعيهاش ابدا. خديها من الحاجة يا نفيسة. دول كانوا تنين زي بعضيهم يا بنتي. اديت واحدة للغالي اداها لعروسته، والتانية اها ليكي. يوم كتابك عقلي ما كانش فيا يا بنتي من قلقي على الغالي، نسيت اجيبها لك. ربنا يخليكي ليا يا حاج. خير، طمني يا دكتور. لا طمن يا عم غزال، لحد دلوقتي مفيش اي مشاكل خالص. لحد دلوقتي؟ لحد دلوقتي يعني ايه يا دكتور قصدك؟ هو الحمل ممكن يسقط يا دكتور؟ انا ما قلتش كده اطلاقا. ارجوك يا دكتور، الجنين ده لازم يفضل، لازم. ان شاء الله. يا دكتور انا مستعده اعمل اي حاجه تأمرني بيها. انا من ساعه ما قلت لي انام على ظهري وانا ما اتحركتش، مستعده انام ال6 شهور اللي جايين، بس المهم الجنين ده يفضل ويطلع للنور. ده الامل الوحيد اللي فاضل لي في حياتي، بعد ما خلاص
كنت فاكراها انتهت. لا حول ولا قوة إلا بالله. قدم المشيئة يا بنتي، كله بمشيئة الله. ان شاء الله يا بابا، ان شاء الله. يعني مع الاعتذار في السؤال، هو والد الجنين فين؟ تعيش انت يا دكتور. أنا آسف. أنا عايزك تستمري على عدم الحركة والنوم على ظهرك، وإن شاء الله فترة الحمل هتعدي على خير بإذن الله. يا مرعي اكتم نفسها الولية دي. اكتم جنابك. تعالي هنا يا غزية يا بنت الغزية. في ايه؟ انا عملت ايه طيب؟ احب على يدك يا وهبي. ما عرفاش عملت ايه؟ انا اخلص عليك انت وامك سوا. ايوه. فاكره شغل الغواسي ده يخيل علي؟ تفضحيني يا رئيسة. انا يا وهبي. وبتنكري؟ ما انت عيني قوية. والله ما حصل. وبتحلفي كمان. تحلفي. فضحتك فين طيب؟ ربك والحاج يا شيخ زهران، انا كنت غفلان عني موضوع الورث ده لحد ما نبهتني ليه الحاجه. ربنا يكرمها ويخفف عنيها، طول عمرها تعرف ربها وتعرف الحق. بس انا كده محتار، ما عارفش اعمل ايه في الموضوع ده. تعمل ايه في ايه يعني؟ هو الناس دول في الاساس انا ما شفتهمش الا مره واحده على يدك في المستشفى، بعدها لا شفتهم ولا اعرف مطرحهم. وبعدين مش هم دول اللي ضحكوا على المرحوم وطووا تحت جناحهم وفرقوا بيني وبينه وعصوا علي، وفي الاخر مش كانوا سبب في موته؟ استغفر الله، وما تاخدش حد بالظن، ان بعد الظن اسم. وبعدين سعادتك لا كنت مع المرحوم لما عرفهم ولا على حد قولك تعرفهم الاساس. اللي حصل ده قدر ومكتوب. استغفر الله العظيم من كل ذنب عظيم. بس انا برضك ما عاوز اشوفه ولا اقدر اطلع في وش البت دي ولا حتى ابوها. خلاص بلاش انت تروح، شي حد ليهم. حد زي مين؟ اي حد. طب انا اديها نصيبها كيف؟ انا لو قلت ارض القيامه هني هتقوم، ما انت خابر العزيزه زين. بسيطه، شوف اللي يخصها واحسب يسوى كام وادوه لنا قضيه بحق ربنا. الله أكبر. سمع الله لمن حمده. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. عملت ايه يما؟ اشوفك يوم يا وهبي يا واد ام وهبي. عملت ايه؟ ما عملتش حاجه يا رئيس. هكون عملت ايه يعني؟ لا عملتي، رحت لمين وحكيت له وفضحتيه وخليتيه يعمل فينا كده. يا ظهري، يا عظمي، يا كلي. اشوف فيك يوم يا وهبي. ردي عليا، انا مش حلفتك وقلت لك ما تعمليش حاجه من ورايا؟ عملت ايه؟ طب وديني وايماني لكن رايحه النقطه وعامله فيه محضر ومودياه في حديد. ده ان قمت مني. ايوه عشان الفضيحه تبقى رسمي. احب على يدك يما، كفاياك لحد كده؟ كفاياني؟ لا ده انا استيت يتعمل فيا كده. اذا كنت انت ترضي ولا توافقي انا لا، واذا كنت رحت في السر للشيخ زهران فانا بس اقوم منيها وحجيب طبله وطار وادور فيك يا بلد وافضحه عند كل مسلم ونصراني. انت رحت للشيخ زهران؟ رحت له عشان اوسطه. كفرت؟ يا لهوي، انا مش حرشت عليكي. واه، مش معنى انت رحت له؟ انا رحت له عشان اعرف مني مش عشان اوسطه. ولا عارف انا مين ولا هو مين. يعني الحاج عليا اللي حبيت اريحك وانا شايفاك بتتلودي، لا طايله سما ولا طايله ارض، وحالنا وقف من مجاميعه. يما انا قلت لك هنزل القهوه
وما طلبتش منك تتدخلي. طب ايه رأيك دلوقتي؟ اهو لا انا ولا انت هننزل القهوة ولا 3 اشهر جاي. منك لله يا وهبي، منك لله. يا سلام، انا شفت رجاله كتير وقليل قبل كده، ما شفت زي رفيع بيه ده في هيبته وكماله. الله اكبر عليه. تعرفي انا اول مره وعاله من قريب، حتى لما كان سي وهبي بيه في المستشفى ما تحققتش منيه زين زي النهارده. يستاهل يكون كبير العزايزي والكل يسمع له على قد سنه الصغير دي. اها، انت مش معدوده مرته بردك؟ ده عينه ما تجلتش عليكي، حد غيره كان. واه يا موزة، بزياداك يا عاد، ما تخوتيش راسي. مالك يا ست نفيس؟ ماليش، اقعدي ساكتة. حاضر. طب هتروحي هناك تاني متى؟ طب بمشيئة ربنا لما الثانوية تفوت وتدخلي أنا أوضتي تبقى زي أوضة البت بدور وأحسن. لو شفتي أوضة البت بدور قال فيها تسريحة بمراية بالنور. يا موزة، وبعدها لك ما تعرفيش تحطي لسانك في خشمك دقيقة؟ واه، مش بحكي معاك أسليكي؟ ما تحكيش. حاضر. بس اللبة دي الله أكبر، ده بندقي ما يتوجدش زيه النهارده. توزنك كتير دي يا ست نفيسة؟ يعني هملك الأوضة وهج منيها؟ لا لا، أنا اللي مهملاها. يكون أحسن. بدل ما تفرحي. رفيع يا ولدي، تفضل. انت لسه صاحي يما؟ ما ينام الا خالي البال يا ولدي. كنت عايز حاجة يا ولدي؟ لا ابدا، انا بس بطمن عليكي قبل ما انام. سالت عليك العافية. طيب تصبحي على خير. رفيع، تعال جاري يا ولدي. قال انت شفت نفيسة النهاردة؟ وتحددت معاها؟ ايش قولك؟ زينة يا أما، زينة. زينة عاد؟ دي البت زي البدر المنور. صح ولا لا؟ صح يا أما، صح. ومالك بتقولها كده من غير نفس؟ يما هقول لك اللي قلته للمرحوم في يوم من الأيام، هو الجواز بالجمال. تصبح على خير يا ام رفيع. تصبح على خير. وانت من اهل الخير يا ولدي. واه، كلام ايه ده يا رفيع بيه؟ زي ما سمعت كده يا عمي. طيب لزومه ايه بس؟ جرالكوا ايه يا اولاد سلطان بيه؟ بقى احنا اللي هنروح ندور على ناس لا نعرفوهم ولا لينا بيهم صله ونقول لهم تعالوا خدوا ارض من اراضي سلطان بيه؟ ما انا قلت لك يا عمي مش هديهم ارض، هديهم حقها فلوس. طب ولزومه ايه بس؟ ما دام الحكايه نايمه لحالها. الله، واستنى ليه لما تقوم؟ لما تقوم يحلها الحلال. والحق يا عمي، الحق. حق ايه؟ قوم كسر حقهم. عمي انت خبرني، انا ما احبش كتر حديث ورد عاد.
ماشي ماشي يا ولد اخوي، بس ده حديت يتعقل برضك. ناس وسكتوا وغاروا بعيد عنينا، قوم احنا نروح لهم برجلينا ونقول لهم تعالوا خذوا كام 100,000. سكتوا ايه يا عمي؟ سكتوا ايه؟ وفي حد اليمين دول يسكت على جنيه لما دول يسكتوا على كم 100,000؟ طب هم سكتوا بقى لهم دلوقتي كام شهر، نقوم احنا نروح لهم لحديهم وننكش على نفسينا بنفسينا؟ ده بالسالك بس يا عمي، تلقاهم دلوقتي عندي محامي بيدبروا الانذار ولا قضيه ولا انا خابر واد عمي مع وش شوشره. مش شوشره يا صبري، ده حق. بس انت عشان راجل بطلي هتعرف الحق منين؟ الله يسامحك يا رفيع بيها يا واد عمي. لا حول ولا قوه الا بالله. عمي انت نازل مصر متى؟ عندنا جلسه مجلس اخر الاسبوع. طيب انا هجيب لك العنوان من الحاجه، هم بيقولوا مش بعيد، مسافه ساعه زمن من مصر، تروح تتفاهم معاهم. طيب يا ولدي بس راجع نفسك يا عمي، احنا مش هنقعد نتحدثوا فيه الحديث الماسخ ده. ما العمل الآن؟ لابد من تكرار المضادات الحيوية والأدوية الأخرى. لا أنا هقوم على حيلي. ها لا احذر يا أمير، فالانتكاسة أخطر. طب وبعدين؟ هفضل عاجز كده لحد متى؟ متى بإذن الله الشفاء؟ لا لازم أنا أقوم على حيلي، لازم أنا أروح لهم بنفسي. أنا ليا عند أخوي مئات الألوف، لازم أنا أخدها ونسيب المطرح ده ونسيب البلد كلها. لا فائدة من ذلك، والحركة ضارة عليك. أنا مش هقعد كده زي الفار في المصيدة لحد ما يمسكوني ويمسكونا كلتنا. أنا عارف إن البوليس قريب من هنا وقرب يوصل لنا، كلها كم يوم يوصل لنا. اطمئن، لن يصيبنا إلا ما كتب الله لنا. أنا قلت مش هستنى، طب انت ليه مع وش الناس دول ياخدوا حاجه يا عمي؟ مش انا، ده اي حد عاقل في الدنيا يقول كده. فلوسه هو حر فيها، هو عارف فين يوديها، وعلى رأي المثل اللي معاه فلوس يحن دحشه. والأكادة الفلوس دي عاملة مع واد عمي زي اليويو، كل ما يزقها ترجع له. رجع أرض عمي سلطان بيه من الإصلاح، ورث أخوه، ولسه الحاجة ونيسة. واه بزيادك يا صبري لا تقصف عمره هو الثاني. ليه؟ أنا قابض الأرواح ولا إيه؟ أنا بقول على وعيله. طب أنت عمرك شفت الناس زي دول يورثوا ورث زي كده وما يسألوش عنيه؟ ده اللي محيرني صح. ولا يحير ولا حاجة، هو ده عمي حظه في الفلوس كده، ما تفرقوش واصل، عشقاه عشق الغوازي. طب هو دلوقتي مش بيرمح علشان يدي الناس دول زكيبة مال؟ على رهان الناس دول هيقولوا له ما عاوزينش. يخرب مطنك يا صبري، ده انت قاعد رصيد له كده. طب يبقى شوف. والله كانه حديثك صح يا جزين. دور، بطل، دور، بطل، بس كده تمام. الله ينور عليك. صحيح ايدك تتلف في حرير. تشكر يا ابني. ادي الاسطوات ولا بلاش؟ عارف العيب ده ما حدش عرفه في مصر ولا الاسماعيليه الا انت. الله يكرمك يا ابني، طريق السلامة. السلامة. الله يسلمك. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. حضرتك عم غزال الطحاوي؟ ايوه يا استاذ، انا غزال الطحاوي. اي خدمة يا بيه؟ الباقية في حياتك يا عم غزال. حياتك الباقية يا سعادة البيه. لا مؤاخذة، مين سيادتك؟ واحد جاي يعزيك. شكر الله سعيك. اتفضل يا بيه. اتفضل. يا رب يا ساتر، يا رب يا ساتر. بدك واشكر فضلك يا رب
الف بركه يا ولدي. الله يبارك فيك يابا، انا حاطط شريط احمر على الباب عشان الافتتاح، وعامل حسابي ان حضرتك اللي هتجسه. لا امال وزير ولا محافظ؟ انت عندي اهم يابا، وهو لولا دعواتك كانت المستشفى دي خلصت. ربنا يبارك فيك يا ولدي، هذا من فضل ربي. ونعم بالله. عشان كده يابا انا مصمم ان حضرتك اللي تجص الشريط. لا يا دكتور، انا لا بتاع الحاجات دي ولا الحاجات دي بتاعتي. انت تخلي اللي يقص الشريط اللي هو اهل الكده. تقصد مين؟ رفيع بيه، هو في غيره؟ رفيع بيه؟ معلوم. سكت ليه يا ولدي؟ لا ابدا يابا، بس يعني هو ما حدش يقدر يقول حاجه عن رفيع بيه، وخصوصا انا. بس الحكايه دي محرجه شويه. محرجه في ايه يا ولدي؟ عشان حزنه على اخوه. الحزن فات عليه مده برضك، وبعدين هي حفله دي قاعده وقران وذبيحه. لا يابا مش عشان كده. امال عشان ايه؟ يابا حضرتك عارف ان اللي ادانا الارض دي هو وهبي، واداها لنا مجانا، ورفيع بيه اياميها. عرفت. مش معقول بقى النهارده نجيب رفيع بيه هو اللي يقص الشريط، وهبي يقول ايه، والسوالم كلهم. لا يابا بلاش من فضلك. والله عندك حق يا ولدي، لكن كيف يعني وهبي السوالم اللي يقص الشريط في وجود رفيع بيه وعمه والقاسم والعزايزه كلهم؟ عشان كده يابا انا مصمم ان حضرتك انت اللي تقص الشريط. انا؟ لا. امال نجيب مين يقص الشريط بس يا حاج؟ مين؟ عم الشيخ زهران موجود؟ خير يا ست ستيت، في حاجه جدت؟ أنا كلمت وهبي السوالمي وهو، يا ساتر يا رب، مين اللي عمل فيك كده؟ ده كان الرد على حديثك معايا يا مولانا. يا دي اللبة اللي اديتها لك امبارح وانت ناقصة دهب. اهي برضه هتشكر انها بتهديني. المرة الجاية لما تروحي لها تلبسي لب أكبر منيها. انت مش عنديكي؟ عندي، بس هي قالت لي ما اقلعهاش من رقبتي. ليه امال؟ هي قالت لي كده. وهتسمع الكلام ده؟ بعد كده كل مرة تلبس لبة شكل عشان توريها ان اللي اديتها لك دي ولا حاجة كد اللي عنديكي. امال ايه؟ انا بكبر بيكي عشان يعملوا لك ألف حساب. ايه بتطلعي لي كده ليه؟ كلامي صح ولا ايه؟ انت بتبكي ولا ايه؟ ليه؟ حصل ايه؟ في ايه؟ اخاف اقول لك تزعل يا ابوي. وازعل من ايه؟ حد دسلك على طرف هناك ولا ايه؟ لا لا يا ابوي، دول شايليني على راسهم من فوق. طب امال مالك؟ فيه ايه؟ يا بنت اتكلمي. ما انا قلت لك قبل سابك وزعلت مني. مش قلت لك هتزعل مني؟ وازعل ليه؟ انت مش لسه قايله انهم شايلينك فوق راسهم؟ يا ابوي يا ابوي انا مش مرتاحه. انا حاسه اني داخله على حرب، مش داخله على دنيا سري هيبقى هادي فيها. انا كل اللي عاوزاه اعيش سري هادي مهما يكون اللي هعيش معاه. انا لا يهمني عزايزه ولا سوالم ولا دي في بالي من اصله. انا لا ناقصني مال ولا ناقصني صيد. البركه في ربنا وفيك. فعلى ايه؟ على ايه؟ كملي كملي عشان اخلص عليكي واخلص. يا بوي ولا كلمة تاني. انا كنت خابر ان حظك دي في ناسي كلهم، بس انا كنت فاكر انك انت اللي طلعالي منيهم، لما كانك زيهم كلكم ذريعة مذلة ونفوس واطية. بس هم معذورين من اللي شافوه منيهم زمان. لكن انت ليه؟ انت تربيتي على عز، يبقى ليه؟ وورثوا
ولا طبع ولا ايه؟ واحدة غيرك كان زمانها بترقص على سعدها اللي ابوها خلى العزايزة يجروا وراها ويتمنوا لها الرضا ترضى. انا كنت ابقى كده لو عملوها من غير ما تخليهم. انا ما جبرتش حد، انا خيرتهم وهم اللي اختاروا. خيرتهم في ايه وكيف؟ مالكيش صالح. حتى لو كنت جبرتهم كان بيدك تخليها بالرضا وسماحة النفس، بس بعد ما تكوني ملكتي. ملكتي؟ ملكتي مالهم وعزهم وجاههم، وولادك بيجوا منيهم. تبقى الدنيا عدلت ميزانها، وبعد ما كان آخر ما في عزم السلطان بيه إنهم يبقوا خدامينه، ولادهم بقوا يملكوا ماله ويحملوا اسمه. أنا الحديد ده مش هقوله تاني، وانت خبراني.